قبل 10 سنوات ما كان عندنا الشاب يفكر يصير جرو بس هسه لا، قام يصير جرو وصارت جراوة عندنا، وصار عندنا. قبل ماكو، لان يا دوب تدبر الخبزة ونمشي بسد الحايط، خبزة ما عندنا ونمشي بسد الحايط. كاشو هسه خبزة عندنا، شو اختلف؟ اذا اكو فرق في الموضوع. اربط وياي المسألة يراد لها دقة. لما الإنسان ما متمكن إلى حال من يتمكن إما وإما. هسه تباوع لك على شاب همزين ما يقابلك بلكل من وراء شكله وشعره، إنه إحنا مو أوروبيين صفران وبيضان، تعال أسمر وتارك راسه دهن، شو يصير؟ جنة بيتنجانه. هو أسمر أشلح أملح، يا دوب يغسل وجهه حتى تقابله الصبح زين، وانه بيسوي روحه هيك، وانت جاي صاير واحدهم كأنه قرقوز. اي والله همزين ما يقابلك لا باكل ولا بشرب، همزين الله. فهنا كل الناس الخيرة متعوا في الشباب، اكو حركة اليوم دا تستهدفهم، دا تاخذهم من عدنا، كود نضل مكلبين بيهم، نشرح لهم الاسلام الصدق، الاسلام الانساني حتى يرجعون. تفهم علي لو مدى تفهم علي؟ بلي انا ليش مرات اقول للابناء، انا اقول لهم بابا لا تعيط باحد، لا تغندب بوجه احد. بعض الشباب البارحة يكتبوا لي رسالة يقولون سيدنا اجينا نسمع المحاضرة مالتك الفكرية، شفنا شباب واقفين بباب المجلس يباوعونا من فوق لي جوا، هاي تسريحتنا احنا مسوين شعرنا هيك، هم شعليهم. ما عليك انت لا تخزر احد، خلي الحوزة تعمل، خلي الخطاب الانساني ياخذ دوره. هذا ابني ما عوفه. نعم انت تنظر له على اساس انه عاصي، لان انت تنظر لنظرة اخوية، انا انظر لنظرة ابوية. الحوزة هي الاب الروحي للمجتمع. عوفه يجي يوم يقتنع بكلامي يرجع. اذا نظل بلغة الخزرة ما حد بعد يسمعنا. حبيبي انت تفهم علي لو مدى تفهم علي؟ الله سبحانه وتعالى ولعباده